هنعمل حلقة عن استوديو 2 احمد مجدي واحمد حسن في ريفيو الاثنين يا ابسينيو. اذا حان وقت ان نتكلم عن ريم وبولا. بهزر ايه يا الرزاله اللي انت فيها دي؟ النهارده هنتكلم عن مجدي وحسن في استوديو الاثنين وريفيو الاثنين، واللي هم من انجح الكونتنت كرييتورز، وليه الناس بتحبهم، وليه هم نجحوا مع بعض اكتر لما كانوا شغالين لوحدهم، وليه انت ما عملتش لايك ولا اشتراك لغايه دلوقتي ولا تابعت الصفحه ولا شيرت الحلقه. ايه يا جدعان انتوا بتعملوه ده؟ عايزين نوصل 10000 عشان نبتدي حلم ال 100000 باذن الله. بس طبعا قبل اي حاجه ما تنساش تصلي على النبي ويلا بينا. الستاند اب كوميديانز بقالهم فتره بيشتغلوا في حاجات تانية، كتابه وتمثيل او لعب وبرامج وبودكاستات، ودي اكتر حاجه فعلا بيعملوه، زي كبرني بتاع ريم وبولا واشتري مني وكلام من لهب. في وسط كل الهوجه دي بقى في اتنين قرروا ان هم احنا مش هنعمل كده، احنا هنعمل رياكت. وده بالنسبه للستاند اب كوميديانز يعتبر جديد، وتقريبا اول اتنين عملوا حوار الرياكت ده كان مجدي وحسن. وتاني معنى كلمه تقريبا انه مش اكيد، ممكن يبقى في ناس تانية عملتها قبله، بس هم اللي اتشهروا بالنوع ده. بس مش غريبه ان واحد مهندس والتاني كان صاحب شركه، واحد فيهم سيب شركته والتاني يتاثر بالتمثيل اكتر من الهندسه، والاتنين يتجهوا للرياكت والستاند اب كوميدي. غريبه صح؟ تعالى نبتدي بمين؟ نبتدي بحسن. احمد حسن من اقدم الناس على السوشيال ميديا، صدق او لا تصدق ان احمد حسن ظهر على السوشيال ميديا من زمان قوي، ودخل السوشيال ميديا من باب هشام عفيفي وبرنامج الفقره الصباحيه الجميله. الفقره الصباحيه الجميله الفقره الصباحيه الجميله. وهو عرف هشام من سايبر، والله العظيم هو اللي قال كده، ما اعرفش سايبر ايه ده. وهو ساعتها كان CEO في شركه تقريبا شركته، وكان هشام بيعرفه دايما بده صاحبه الغني، وساعتها ما كانش ليه اي علاقه بالستاند اب كوميدي ولا ليه علاقه بالكريتيف. هو كان بيطلع هو وهشام في الاول، بس في الحلقه الثالثه انضم لهم محمد خميس، والبرنامج ده كان كوميدي بطريقه غير طبيعيه الصراحه. بس خلي بالك ان احمد حسن ساعتها ما كانش هو اللي بيرمي الافيهات، بل كان هشام وخميس، وكان هو زي ما الناس بيقولوا عليه بيضحك بس. وساعات الفقره الصباحيه الجميله كان مع الوقت احمد ابتدى يخش في مرحله اكتئاب. ليه؟ لانه قرر انه يسيب الشركه ويشتغل كوبي رايتر، فكان بيمر بمرحله انتقاليه، وده اللي دخله في مرحله اكتئاب. فكان الملاذ الوحيد ليه الضحك، وانه يرفه عن نفسه في الفقره الصباحيه، فكان يروح ويضحك جدا عشان هو عايز يضحك ويخرج من المود اللي هو فيه. بالمناسبه الفقره الصباحيه الجميله في فيديو كل شويه ينزل ويتشهر بتاع محور ابو زيد خضر. دلوقتي كده هنزل هفضل مش معقوله فين ابو زيد خضر. نرجع لحسن. حسن فضل فتره كبيره بيحاول يدور على شغف، وطبعا انت دلوقتي بتقول ايه الرفاهيه دي وايه العقليه اللي تخليك تسيب شركتك او شغلك وتشتغل شغلانه لسه هتتعلمها. وخلي بالك ان احمد حسن ساعتها كان عنده 27 28 سنه، فمش وقت للتجربه. غريبه صح؟ ببساطه عشان ان انت لو ما بتعملش الحاجه بحب خالص او احساس ليها مش هتعرف تعملها. لو ما حسيتش بوجودك او اهميتك في شغلك وانه ممكن يمشي من غيرك، ده بيبقى احساس وحش. وده اللي حصل مع حسن، انه قعد شهر في البيت فلقى الشركه بتعمل اللي هو بيعمله حتى وهو شغال، فاحساسك بعدم اهميتك او انك شيء هيمشي في شغلك بيحسسك انك بدون شغف. عشان كده احمد قرر انه يدور على شغفه، وده طبعا ممكن ما يبقاش مبرر ليك، رايك وانت حر فيه، بس هو برضه حر في حياته. وجهه نظري ان احمد نجح في الموضوع ده لدرجه ان هو بسم الله ما شاء الله بقى من انجح الستاند اب كوميديانز والكرييتيفز دلوقتي والكونتنت كرييتورز. وعلى فكره عشان هو عارف انه ما عندوش وقت، كان عشان كده بيشتغل 8 ساعات ويذاكر 8 ساعات. واللي ساعده انه يخش مجال الستاند اب كان هو حلمي، واللي خلاه يطلع اوبن مايك، وقبل ما يطلعه فرجوا على كام اوبن مايك عشان يبقى مهيئ للي هو داخل عليه، واللي ادته ثقه في نفسه جدا. ومن ساعتها واحمد حسن ما حلش السكه دي. ومع الوقت الفقره الصباحيه وقفت بسبب حاجات كتير، منها ان خميس هاجر وهشام شغال مخرج اعلانات تقريبا، واحمد حسن بقى ستاند اب كوميديان وكرييتيف. وخلي بالك في الفقره الصباحيه احمد ما كانش هو اللي بيدي افيهات زي ما قلنا، بل كان بيفرش افيهات وبيضحك الطبيعي ما بيضحكش على افيهاته، بس هو بيضحك على افيهات غيره، فخلى الناس مستغربه انه ما بيضحكش على افيهاته لما بيعمل حفله ستاند اب. احنا متعودين ان انت بتضحك، وده برده من الاسباب ان صعب الفقره الصباحيه ترجع. وكمل احمد في الستاند. نيجي بقى لاحمد مجدي راجل طول عمره دحيح، ودخل هندسه. فلما دخل هندسه شبرا لان في حاجه اسمها شبرا جوت تالنت، لا كرييتيف جدا بس ما شاء الله. فمجدي طلع كرييتيف اكتر منهم، فسمى نفسه هو اتنين صحابه ثلاثي اضواء شبرا، وصاحبهم الثالث خزقهم يوم العرض فبقوش ثلاثي اضواء شبرا. وفكره شبرا جوت تالنت فيها اكتر من حاجه، غنى وشعر وتمثيل وستاند اب. مجدي بقى ما دخلش ستاند اب، بل دخل تمثيل وسكتشات، وسبحان الله كسبوا الجوت تالنت. وده اللي خلى يسري قريبه اللي بيدرس في فنون مسرحيه يخليه ينزل يشتغل في مسارح ويجرب يبقى ممثل مسرح في وسط البلد. هنا بقى مجدي ممثل مسرح، وعمل مسرحيه اسمها فانتازيون، واللي لما دورت عليه لقيت مين بالظبط؟ عبده عصام. واللي موضوع التقليد ده طلع عنده من زمان جدا، بيجي يقلد السادات يقول بسم الله
وباسم الأمة وبس يا قطة. كوميدي. شكرا. بس مجدي حس ان المسرح مش هو ده اللي هو محتاجه دلوقتي، فلما خلص هندسه ساب المسرح واشتغل مهندس والستاند اب. كان بيعمل فيديوهات غريبه الصراحه زي فيديوهات دكتور نرجس والفيديوهات اللي كان بيعملها دي. بس لما مدحت قرر انه يعمل برنامج العاب وكلم اسلام امين وخالد الشوكي ومجدي عشان يعملوا لعبه سباي، مجدي كانش حابب الفكره ولا الحوار ده، وكان بيحط لهم العقده في المنشار. فلما البرنامج اتعمل ونجح طبعا فرح، بس اتحط في حته اللي هو ما بيعرفش يلعب وان هو مش ذكي، مع ان هو مش كده، بدليل ان مجدي في حلقات اللايف كان بيكسب. بس اللي كان بيخسر مجدي في الاول في رايي الشخصي هو التوتر. مجدي عنده انكزايتي على طول تقريبا، والموضوع ده هنحتاجه بعدين برضه. قال فلما يجي له ورقه سباي ما بيعرفش يداري قلقه فبيتقفش على طول، وهو كان بيعرف يبروز نفسه في الحته دي كويس، بحيث ان برضه زي ما هو قال لو انت عندك حته ممكن تجيب ضحك وما استغلتهاش فانت كده ما ينفعش تبقى كوميديان. مجدي في حلقه من حلقات سباي لعب مع حسن اللي بقى ستاند اب كوميديان، وهو كمان بقى ستاند اب كوميديان، والناس لقت ان في كيمياء ما بينهم حلوه جدا. عشان كده لما اتعمل استوديو الاثنين البرنامج نجح جدا بطريقه مثيره. وده اللي يخلينا نسال سؤال مهم، ليه اشمعنى لما اشتغلوا مع بعض نجحوا؟ ما لما احمد حسن اشتغل مع فيفي كان ناجح بس مش لامع قوي، ولما مجدي اشتغل مع اسلام وخالد كان ناجح برضه بس مش لامع قوي. ومن الحلقات اللي كانت مفيرله حلقتهم في الجمعه ماركت بتاعت مجدي وحسن، كانت مفيرله جدا. ليه هم لامعين مع بعض؟ ده السؤال المهم. ببساطه عشان هم بيكملوا بعض. لا مش قصدي بالطريقه دي، هم مش قابل يا حبيبي، هم يعتبر بيست فريند. لا برضه بلاش دي عشان بتضايق مجدي، هم اخوات. حلوه دي بمعنى ان مجدي عنده نواقص بيكملها حسن، وحسن عنده نواقص بيكملها مجدي. زي ان حسن من الناس اللي مش بتتقلق بسرعه ولا بتتوتر بسهوله، فممكن حدث مهم ما يحسش بقيمته قوي، فقلق مجدي يخليه يحس باهميه الحدث حتى لو لمجدي مش ليه هو شخصيا. ومجدي بقى الانكزايتي بقى بتخليه يتوتر لدرجه انه لو ضحك الناس في اول الحفله بينسى في نصها ان كان ضحك ولا لا، فده بيحتاج الفيدباك بتاع حسن عشان يطمنه انه صح ويهدي التوتر بتاعه. وكوميديا مجدي غير كوميديا حسن، بمعنى حسن ممكن يقعد فتره بيفرش لافيه، بس الافيه بيبقى افيه بيبقى صريخ ضحك. علشان الجنابه، عشان اصلي لازم انزل الجنابه. مش هنعرف نهرج. انت بالذات مش هتعرف تهرج. استنجوا بقى كده. لما مجدي ما كانت افيهات شغاله بسم الله ما شاء الله، فده بيبروز الافيه بتاع حسن، فبيدي حسن وقته انه يفرش براحته في الافيه، فياخد الافيه بالسكسي بتاعه. حسن الافيه بتاعه بقى ممكن يتقال في اول الحلقه في نصها او حتى اخرها، بس الافيه بيبقى صريخ ضحك زي ما قلنا، فالمشاهد مش هيفضل مستني الافيه كل ده من غير كوميديا او من غير افيهات تانية. فمجدي شغال افيهات بوم بوم بوم، المشاهد مستمتع ومندمج. فلما افيهات حسن تتقال بتبقى متبروزه وواخده حقها جدا. ومش قصدي ان حسن بيقول افيه واحد في الحلقه، لا هو ممكن يقول اكتر من افيه طبعا، بس افيهات حسن مش كتيره لانه حسن ذكي في افيهاته جدا وبيعرف يبروز الافيه بتاعه، ومجدي عنده فطره طبيعيه في رمي الافيهات، فهم بيكملوا بعض في الحته دي. وكمان اي ستاند اب كوميديان بيبقى عايز الفيدباك بتاع انت قلت افيه حلو برافو عليك، او انك عملت حلقه حلوه. حسن بقى ممكن يقول افيه مش مضحك في التصوير، بس لما انا كمشاهد اسمعه اموت من الضحك، فهو عارف ده بسبب عنصر الخبره اللي عنده، او انه ما بيقلقش حتى لو الافيه ده مش احسن حاجه بالنسبه له. لو قال افيه مش قد كده او في افيه مش حلو قوي بيكمل لحد ما افيه يجيب عادي، بالنسبه له ما بيقلقش. مجدي بقى عكس حسن، بيحتاج الفيدباك وقتي وانا قاعد، فتلاقي ان مجدي يقول افيه صريخ او افيه حتى بيضحك، واحمد حسن من ايام الفقره الصباحيه متعود ان لو الافيه بيضحك هضحك، مش محتاجه حاجه يعني. فمجدي من كتر ضحك حسن هو نفسه بيضحك على الافيه بتاعه، من كتر ما هو مش بيصدق ان الافيه بتاعه حلو كده، او ان الافيه بتاعه ضحك فبيفرح ان الافيه بتاعه ضحك فبيضحك. وده بسبب انه قلقان لما يعملش حلقه حلوه زي الحلقات اللي قبلها. وخلي بالك ان هم مش سكريبتد، لا ده هم بيرتجلوا الرياكشن او الريفيو بتاع الفيلم، هم بيرتجلوه، فهم فعلا مش عارفين بيقولوا ده بيضحك ولا لا، هم مش في ستاند اب محضرين له، فبيستنوا الفيدباك حتى من بعض عشان يعرفوا انهم ماشيين صح. واهم حاجه بقى بتميزهم انهم سالكين لبعض جدا، مش عشان واحد فيهم قال افيه صريخ والتاني لا فيفطس الافيه بتاع التاني، لا بيضحك وبيدي الافيه حقه جدا وبيقول له عاش. طبعا بيبقى جواه تحدي انه عايز يقول افيه حلو برضه، بس مش بيحقد على التاني ولا بيفطس الافيه بتاعه، بل بيحبوا بعض، ما عندهمش مشكله ان يبقى اعلى افيه في الحلقه مثلا لعبده عصام اللي مش مقدم اساسي في البرنامج. عبده عصام يعتبر من الناس اللي ورا الكاميرات، ده حتى لو هم ضيوف في حلقه بس عبده هو اللي قال الافيه الاحسن في الحلقه او عمل احسن حته في الحلقه، بيفرحوا له جدا وبيقولوا له عاش يا عبده. وخلي بالك ان هم كمان كل واحد فيهم بيحب التاني جدا وهم نفسهم بيعترفوا بده. مجدي في اي لقاء بيطلع فيه بيقول انه بيعتبر حسن اخوه الكبير وانه اثر في حياته جدا، وحسن برضه بيحب مجدي زي اخوه الصغير، فهم بيكملوا بعض وسالكين لبعض برضه، عشان كده هم نجحوا مع بعض. بس يا رب يفوقوا لبعض وينزلوا حلقات، عشان انا خلصت كل الفيديوهات والريفيوهات القديمه من كتر ما هم غايبين. المفروض ما يكونش اسمهم استوديو الاثنين، المفروض يبقى اسمهم استوديو الشهرين. يا رب يرجعوا ويهدوا علينا بقى. وبس انا كده خلصت.
ما الحلقه تكون عجبتكم، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو احنا على الفيسبوك نعمل فولو، لو احنا على التيك توك نعمل فولو، لو احنا على الانستجرام نعمل فولو. ما تنساش تشترك في قناتنا، تسال اللي بنجاوب فيها على الاسئله اللي انتوا عايزين اللي انتوا مش عارفين اجابتها، فتروح هناك يا صاحبي وما تسال. واسف جدا على التاخير الفتره اللي فاتت، بس ان شاء الله هنعوضكم الفتره اللي جايه باكتر من برنامج وباكتر من محتوى، وهنحاول ننوع في المحتوى ليكم عشان المحتوى ميبقاش ممل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.